الله يعافيك ويسلمك ويأجرنا وياك يا ابو طلال. اي والله معهم، وانا اللي لقيته، والله انا اللي لقيته، انا وابو ريان. هذول يا طويل العمر سالفتهم طالعين 4 رجال قبل 3 ايام للفسقنات، واثنين تخانقوا مع اثنين ونزلوا اثنين وخلوا اثنين باقيين للديرة، ولهم 3 ايام ما علموا الناس الا اليوم، متخانقين معهم معين ليعلمون. وجانا الخبر اليوم الصبح، والله اتصل على ابو ريان واركب انا وياه وطلعنا. يوم ان جينا قبل طلعت زلوم يتصل عليها ابوي، اتصل على ابو ريان ابوهم يبكي واسعفنا وقال تكفون اطلعوا، وعلم في ابو ريان الفريق وطلعوا، ودخلنا مع المسحية اللي تودي مثل الصقار وهكا الجهات يمين. دخلنا معها ب10 كيلو ويراسلنا سالمة الروضان، قال يا ابو ريان تعال الرجل عندي يطلبكم الحل متوفي. والله جيناه 4 كيلو عننا كان موقعه، وجيناه والعالم كلها مجتمعة متوفي. وانا احكي طول صوتي انا وبريان، قلت يا رجال الرجل هذا متوفي الله يرحمه هو درك ريم، لكن خلونا نمكن الثاني، بلكي الثاني انه عايش حي، لا احد لا تتوقف مو واقفين تتفرجون. والله واركب انا وبريان ونتعدى يمكن تقريبا ابو كيلو، يا ماري بينها الحزوم طايح شيء تقل تحرك. قلت ابو ريان شوف اللي يتحرك، قال يا اخي الظاهر انه تكرم تقل كيس بلديه ما هو رجل من السواد اسود. والله هو يدربل، قال له هذا الرجل ودعس انا وياه، كانوا العيال بعيدين عننا انا وابو ريان. والله ندعس ونروح ونغسله، جيناه يقاطع روحه تبي تطلع بين الحياه والموت، وغسلناه وصبينا عليه مي وانا زخه انا وابو ريان وحطه بحضني، كنا بالغماره حتى وركبه بحضني، وندعس طول الطريق وانا اصب ثم زيت زيتون، وكان روحه تطلع. اقول لك يا ابو طلال مشلق ثيابه وعيونه طلعات وقالب اسود، وقطرنا بثم زيت زيتون واشوى حتى وتنفس، يعني اشوى مكنا عليه. ورحنا مستشفى صوير ونزلناه بالمستشفى حطوه مؤذي، وبشرك الرجال الحين الحمد لله بخير ونعمه ما بخلاف. وتأخرنا والله ما طلعنا من المستشفى للساعة 1 الظهر، تخبر الشرطة تحقيق وما تحقيق، والحمد لله الحمد لله الله يرحمه متوفي. والولد هذا الحين بالعناية حاطينه تحت المراقبة، لكن قالوا ان شاء الله ما بخلاف، حاطينه بالعناية قالوا، وعليه حرس حتى الحين عسكر مانعين عنا الزيارة، ويا رب لك الحمد.